السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة أو فيديو جديد من فيديوهات تعليم الخط العربي. وإحنا النهاردة هنكتب بيت شعر لأغنية لأم كلثوم يلي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك. زي ما انتوا شايفين هي مطلوبة في شكل دائري زي ما انتوا شايفين، وهي عامة تنفع تتعمل كتصميم ذهب أو فضة. ممكن تتعمل بردك كديكور، بردك شركات الديكورات ممكن حضرتك بردك تعملها في كشكولك، في تكتب مثلا بيت شعر بشكل جميل زي ما انت شايف يلي احنا زي ما قلنا يا جماعة خط الديواني معتمد على الدوائر. من امتلك الدوائر ملك الخط الديواني. انا بكتب هنا ببونت كبير شوية عريض، يعني هو المفروض ان انا اكتب ببونت اقل من كده، بس انا بكتب بونت عريض علشان ده هيخش شغل ليزر. في فنيات بعد كده محتاجين ان انا ابقى متخن الخط شوية في الكتابات. حياتي بالحب حياتي اهدي حياتي اليك. طبعا هو الخط الديواني هو خط الشعر، حتى اسمه الخط الديواني عشان عامة كان بيتكتب بيه دواوين الشعر، فسمي بالخط الديواني نسبة لذلك. خط الرقعة سمي بخط الرقعة عشان كان بيتكتب على رقاع من الورق. كان الورق، قطع الورق طبعا ما كانش فيه بقى ورق كبير ومقاسات زي ما انت هو زي ما موجود دلوقتي. كانوا يسموها رقاع، فكان يكتب على هذه الرقاع فسمي بخط الرقعة نسبة لذلك. أتمنى أن أنا أكون بفيدكم كمعلومات عامة وكمعلومات في الخط العربي. أهدي حياتي إليك. نملى هنا، نحط هنا إيه الألف، نجيب إليك فوق عشان نملى بيها الجزئية كلها. حياتي إليك. أتمنى أن كنتم تكونوا استفدتوا، أتمنى أن تكون أمتعتكم، ويشرفني اشتراككم في القناة. كان معكم وليد وهبة، والسلام عليكم ورحمة الله.